عمرك سألت نفسك احنا ليه بنحب يامامات من انمي بليتش؟ يا عم انا جاي اجاوبك على السؤال ده النهارده. اولا اهلا بيك، عامل ايه؟ النهارده هنتكلم عن ياماماتو في قناة داك انمي، في برنامج طبل مع بطل الشخصية اللي انت بتحبها. اه شايفك انا بتتريق على الاسم وهجيبك، شايفك وهجيبك وعارف اسمك. ويلا بينا نخش في الموضوع ونتكلم عن ياماماتو. بص يا حبيب قلب البطة، قبل ما نخش في الحلقة دي مبنية على العاطفة فقط. انا بحب ياماماتو، بقررت اللي هعمل حلقه اطبل له. انت بتحبوش؟ حاول حبه، اتعالج، ما تاخدش الموضوع ده على صدرك، استمتع. احنا جايين نهاف فن، جايين نضيع وقت ونطبل لشخصيه انا بحبها بس. يلا بينا نخش على الحلقه ونشوف انا ليه وانت ليه المفروض تحب ياماماتو. انا ليه بحب ياماماتو؟ اولا اسد، صنديد، شجاع، مغوار، نمر، نسر، فارس. كفايه تطبيل كفايه تطبيل. ياماماتو هو قائد الجوت 13 زي ما احنا كلنا عارفين من انمي بليتش. هو واحد من اقوى الشينيجامي ان لم يكن اقواهم بالنسبه لي، او بالنسبه لك عادي اللي انت شايفه، ما تزعلش نفسك. هو شينيجامي قوي، قائدهم. احنا اللي بنحب اولا كاريزماتيك، داخل كده فاهم، شخصيه كاريزماتيك. انت هتشوفه اللي هو ايوه هو ده، انا عايز ابقى زيه. الراجل ده لازم يبقى جدي، انا بحبه. اللي هو بيفكرني بجدي فاهم. هو كمال اجسام بقى كده اللي هو ايوه يا عم مات يا جامد، بنحبه. تاني سبب يا حبيبي احنا ليه بنحب اماماته. اولا هو بيفكرك بجدك كده، بتسمع عنه اساطير هو جدك ازاي كان فاجر وقادر ويخش فاهم يفشخ الواقع ويخش يكسر. ياماماتو زيه بالظبط، مسك معروف من اول الانمي ان هو مسك الكوينشي، دغدغهم بباخ من 1000 سنة كسبه. عشان كده هو بقى ايه، بقى اسد المكان، اسد الكوينشي، اسد الشينيجامي كلهم، او معلم على الكوينشي كلهم. ثانيا يا حبيب قلبي ان هو كاريزماتيك زي ما أنا قلت اول مره، يعني هو شخصيه فخمه جدا، حاجه كده من ريحه ايتاتشي والناس الحلوه دي، مع حفظ الالقاب للاخ ايتاتشي طبعا مع احترامي ليه. ثالثا عقد البخ التاريخيه. اه باخ هو زعيم الكوينشي وانا عارف، وهو اكيد كسبه لما كسب الكوينشي، بس يعني باخ، ده باخ. شفت بيعمل ايه باخ ده؟ بدون حرق يا قارئين المانجا وحياة ابوك، انا لسه بتفرج على الانمي ولسه نص الحلقه برضه، ما حدش يحرق لي. نو سبويلرز بليز. بس ده سبب. السبب التالت بقى وده الاهم بالنسبه لي، عليه حته أست. الموسيقى بتاعته جامده جدا، واحده من اجمد الاوستات اللي سمعتها في حياتي. اسمع كده، اسمع اسمع وتشوف الفجر. سمعت؟ شفت؟ ايه رايك؟ بوست عالمي. بعيدا عن استاذ بليتش كلها جامده، ومن موقع هذا من هذه الصفحه المتواضعه التي لن تكون متواضعه بعد عده اسابيع او اشهر او سنين. الراجل اللي بيعمل الاغاني في بليتش هو راجل عالمي، انا بحييه على كل قسط هو عامله في حياته، وخاصه القسط بتاع مامته، قسط عالمي. رابع سبب او ثالث سبب انا مش متذكر صراحه احنا ليه بنحب يا مامته. البانكاي. بعيدا هي بانكاي نار عالميه، كميه جمدان، اوف اح يعني عالمي. انا اول مره شفت البنكاي ضد فايتو ضد باخ المزيف دي كنت هموت من فرط العظمه يا جدع. جامد جامد جامد. خش اتفرج، خش اتفرج وانت تفهم قصدي. 挽回残下の太刀 شفت البنكاي يا حبيب قلب البطه؟ شفت العظمه؟ بنكاي فاهم ينفعش تشوف اكتر من مره، عشان كده هو قتله لنا في الاخر. لا ولا تاخد في بالك، ولا ما تزهقش نفسك، ما تضايقش نفسك، ما تضايقش نفسك، عادي شخصيه وفي الانمي وماتت فيها ايه يعني. انا عايز اعيط. مش مهم، هو قتل اكيد عشان احنا ما ينفعش نشوف البنكاي ده اكتر من مره.
حرام يعني. تخيل تشوف بنكاية مامته اكتر من مرة، تموت مثلا، غيبوبة سكر من كتر الحلويات. شفت بنكاية مامته مرتين، يا نهار اسود. هو كفاية أول مرة يعني، هو يعني تجربة مرة في العمر. قمة الجمدان. بس هي دي الأسباب اللي بحب مامته. في أسباب أكتر بس أنا مش ناوي أكبر الحلقة، هي حلقة سريعة ولذيذة. ومهم في الآخر، اوعى تنسى تعمل سبسكرايب في القناة، تقول لي رأيك في كومنت، تدوس على زرار اللايك. ما تنساش زرار اللايك، أنا بقول لك وهجيبك لو ما عملتش لايك. ماشي، زي ما انا عارف اسمك من الاول، لو مش اتريقت على اسم البرنامج، عارف اسمك وانت مش عامل لايك، هجيبك. بس واتمنى تكون الحلقه عجبتكم، وجود باي. كان معاكم بهاء من قناه داك انمي في برنامج طبل مع بطة.